تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال صدمة جديدة بعد الشكوك بشأن غياب أحد اللاعبين البارزين عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا. يحل الهلال ضيفا على أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل على ملعب سايتاما في اليابان في 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. كانت مباراة الذهاب بين الهلال والفريق الياباني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. كشف الإعلامي المقرب من البيت الهلالي أبو لطيفة أن سلمان الفرج قائد الزعيم قد يغيب عن مباراة النهائي بسبب تجديد إصابته، ومن المنتظر أن يخضع الفرج لفحص طبي جديد يحسم موقفه النهائي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة. وكان سلمان الفرج قد ظهرت عليه علامات الإصابة خلال مرافقته لبعثة الهلال أثناء السفر إلى اليابان بعد انتهاء مباراة الذهاب، وتمثل تجدد إصابة الفرج وعدم لحقه بالمباراة أزمة للجهاز الفني في ظل غياب أكثر من لاعب أبرزهم سالم الدوسري بسبب طرده في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وهو غير مقيد في القائمة الآسيوية. وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان إلى العاصمة السعودية الرياض رفقة عائلته، وكانت التقارير قد كشفت عن وجود مفاوضات ورغبة من نادي الهلال في التعاقد مع القائد الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان. كشف الناقد الرياضي أبو لطيفة والمقرب من البيت الهلالي أن رحلة ميسي مخصصة فقط من أجل دعم السياحة وغير مرتبطة نهائيا بمفاوضات نادي الهلال. وأوضح أبو لطيفة عبر حسابه الشخصي في تويتر عدم وجود أي تطورات بشأن مفاوضات الهلال مع ميسي، خاصة أن النجم الأرجنتيني لم يحسم موافقته بشكل رسمي على الانتقال واللعب في الدوري السعودي بالرغم من اقتناع وكيل أعماله والده. واختتم تغريدته مؤكدا أن ليونيل ميسي لا يمتلك حتى الآن أي عرض رسمي إلا من نادي الهلال. وتطرق رفيع الشهراني وكيل اللاعبين المعتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن كثيرا من المسؤولين قد ينتهزون فرصة قدوم ميسي إلى الرياض وفتح ملفه الرياضي ونقاشه للمستقبل. يتواجد فهد بن نافع رئيس نادي الهلال رفقة بعثة الفريق في اليابان من أجل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد، والمقرر له السبت المقبل على ملعب سايتاما. وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي درة الملاعب. ضغوط كبيرة يتعرض لها الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حاليا لتعديل خريطة الرباعي الأجنبي المقرر له ملاقاة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وشهدت الساعات الأخيرة تلقي دياز مدرب الهلال نصائح بالجملة من مسؤولي النادي تصدرها ضرورة عودة ثنائي الوسط غوستافو كويلار محور الارتكاز وأندري كاريلو الجناح الهجومي في محاولة لتعويض غياب لاعبه سالم الدوسري الذي يمثل غيابه ضربة قوية بالنسبة للمدرب رامون دياز في مواجهة بطل اليابان. وتعرض دياز مدرب الهلال بسبب غياب الثنائي كارلو وكويلار عن لقاء الذهاب لانتقادات عنيفة بعدما ظهر تأثر الفريق الهلالي بغيابهما، وظهر الوسط بمستوى هزيل وهو ما ساهم في ضياع الفوز. وكان رامون دياز اختار في لقاء أوراوا الياباني الأول كل من جان كيونسو وموسا كاريلو وميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو، ولم يظهر أي منهم بمستوى جيد، وهو ما ساهم في فشل الهلال في تحقيق الفوز على بطل اليابان وإهدار فرصة ذهبية في الاقتراب من الكأس. ويسعى رامون دياز مدرب الهلال لحسم هوية الرباعي المختار في قائمة الزعيم مع بطل اليابان وسط توقعات بإجراء مفاضلة بين موسى ماريغا وأوديون إيغالو رأسي الحرب لاختيار لاعب بينهما في قائمة الرباعي الأجنبي المنتظر له خوض لقاء الهلال مع أوراوا الياباني في إياب الدور النهائي من عمر دوري أبطال آسيا. حطت بعثة فريق الهلال اليوم رحالها في العاصمة اليابانية طوكيو في تمام الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي في اليابان، وذلك تأهبا للدخول في معسكر استعدادي قصير قبل لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا يوم السبت المقبل. وكان الفريق قد غادر مدينة الرياض فور انتهاء مواجهة الذهاب أمام أوراوا أمس السبت، حيث تناول اللاعبون وجبة العشاء في ملعب الملك فهد الدولي بعد نهاية المباراة قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى
مواصلة الطيران الخاصة في مطار الملك خالد الدولي لتقلهم من هناك طائرة خاصة للأراضي اليابانية ضمت الأطقم الإدارية والفنية واللاعبين يتقدمه فهد بن نافع رئيس النادي. وينتظر الأزرق مواجهة شديدة الصعوبة في ملعب سايتاما السبت المقبل كونه فشل في تحقيق الفوز على الفريق الياباني على أرضه وبين جماهيره التي ملأت مدرجات ملعب الملك فهد، كما أنه لم يستطع كذلك حماية شباكه من استقبال أي هدف، حيث انتهت المواجهة بالتعادل بهدف لمثله. النتيجة التي تعتبر إيجابية لصالح أوراوا كون التعادل في اليابان بنتيجة تعادل سلبي سيكون كافيا لهم لأن يتوجوا بلقب القاري. الأزرق سيفتقد خدمة لاعبه سالم الدوسري الذي تعرض لبطاقة حمراء في مباراة أوراوا الياباني بعد ضربه أحد اللاعبين في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، ليشير الحكم العماني أحمد الكاف البطاقة على الفور. تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال صدمة جديدة بعد الشكوك بشأن غياب أحد اللاعبين البارزين عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا. يحل الهلال ضيفا على أوراوا ريد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل على ملعب سايتاما في اليابان في 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. كانت مباراة الذهاب بين الهلال والفريق الياباني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. كشف الإعلامي المقرب من البيت الهلالي أبو لطيفة أن سلمان الفرج قائد الزعيم قد يغيب عن مباراة النهائي بسبب تجديد إصابته، ومن المنتظر أن يخضع الفرج لفحص طبي جديد يحسم موقفه النهائي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة. وكان سلمان الفرج قد ظهرت عليه علامات الإصابة خلال مرافقته لبعثة الهلال أثناء السفر إلى اليابان بعد انتهاء مباراة الذهاب. وتمثل تجدد إصابة الفرج وعدم لحاقه بالمباراة أزمة للجهاز الفني في ظل غياب أكثر من لاعب أبرزهم سالم الدوسري بسبب طرده في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وهو غير مقيد في القائمة الآسيوية.